اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ هبه وبناتها. النهارده سهر قررت هي اللي تقف في المطبخ، هي والمساعد الشيف ساجد ابن عمها. يلا بينا نشوف عملوا ايه. يلا بينا. هنا بقى كنت غسله الفراخ كويس جدا وسبتها في ميه بليمون بدقيق. هنا بقى كنا بنعمل الصوص، جبت 5 طماطمات وبصلايه حمراء وفصين توم وقرن فلفل حامي، نزلت بيهم في الكبه وعليهم حزمه بقدونس. بعد كده معلقتين صلصه كبار، كوبايه زبادي، قطعة جنزبيل فريش، ولو مفيش فريش ممكن يبقى بودرة عادي، كوب ربع كوب زيت، معلقتين خل كبيرة. التوابل بقى معلقة كركم، معلقة توم بودرة، معلقة بابريكا، معلقة صغيرة حبهان، معلقة صغيرة ورق غار، ملح وفلفل اسود. نزلنا بيهم في الكبة ونزلت عليهم باتنين مرقة دجاج. هنضربهم بقى كويس جدا في الكبة. معلش انا اسفة متلخبطة شوية. هنا كنت برص بطاطس في قاع الصينية. هنا كنت بوريكم ان انا صفيت الوراك كويس جدا من المية، وكنت برص الوراك بقى. وبعد ما ترص الوراك هتنزلي على الوراك برشة ملح ورشة فلفل اسود، وبعد كده تنزلي بالصوص. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 وهنسيبها ساعة بالظبط. يلا بينا بقى نعمل طاجن المكرونة بالموتزاريلا. ربع كوب زيت، نزلنا عليهم ببصلايه متقطعة قطع كده زي ما انتم شايفينها، وبعد كده رشة سكر. هنقلبها كويس جدا لحد ما توصل للون الذهبي ده. بعد كده هننزل عليها بكيس صلصة من اللي ماما مسبكاها على القناة. هبقى اسيب لكم اللينك في البايو. هنقلبها ونغطيها ونسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعة. هنا بقى نحط مع بعض التوابل بتاعة الصلصة: رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة كزبرة، رشة توم بودرة، يعني معلقة صغننة خالص كمون. هنا حطيت بابريكا كده عشان تبقى ايه حمرا شوية، بس مش كتير يعني. هنا كنت بحط ال11 بهار، برضو ماما عاملاها على القناة، بسيب لكم اللينك في البايو، دي بديل الماجي. هنا بقى معلقة صغننة كده شطة، تدي طعم بس مش اكتر. هنقلبهم بقى كويس جدا. وانا بقى كنت مجهزة فلفل الوان، قطعته ونزلت بيه في الصلصة وقلبته كويس وسبته في الصلصة حوالي يعني 3 4 دقايق كده بحيث ان هو يدبل شوية يعني. هنا بقى كنت سلقت المكرونة من حلة المية للصلصة على طول. هنقلبها كويس جدا وبعد كده بقى نحطها في الطاجن. حطيناها في الطاجن، حطينا الموتزاريلا بقى على الوش، ولما تيجي تدخليها الفرن دخليها وش، يعني هتولعي الفرن من فوق مش هتولعي الفرن تحت، اللي هو بس الموتزاريلا تسيح مش اكتر. هي كده كده المكرونه مستويه فاحنا مش عايزين نعجن المكرونه. هنا بقى كانت الفراخ خلصت، طلعتها بعد ساعه، وبرضه اديتها وش عشان خاطر تبقى لونها كده يعني. هنا بقى برضه كان الطاجن خلص والاكل جاهز، وضحى بقى تحضروا معاكم. وبكده بعد ما الشيف سهر خلصت الاكل والشيف ساجد بعد الشيف ساجد عملتوا ايه النهارده بقى؟ عملنا فراخ وطاجن موتزاريلا امم بس. بس انت مكسوف طب تعالوا نقطع مع بعض. هات كده. اقطع مكرونه، اشيلها كده. ماشي يعني شوفي انت عايز تعملي ايه، تقدمي ازاي، توريهم توريها انجازاتي عظمتنا.
بالظبط. اشهد ان لا اله. يعني هي جوسي. شكلها حلو. شكلها ايه شكلها والله اه. مع فقرة التذوق. الشيف سهر ما بيعملش حاجه وحشه ابدا. يشهد للعروسة. اخوها. خد يا ابني. اوعى تتلسع. جميلة من ايد انا. جميلة جدا. ده بيزقني. تحفة. ده بيزقني. عملت معانا فراخ اهي. بصوا هما كده شايفين. استني، ما استني، اصبري شيلها لها جوه. اصبري. يعني سخنة قوي. خدي طبق اهو. اوعى. يلا يا بت. هي مستوية باينة. اهي. هي باينة. أهي. هو طعمها. اهي تمام. اتمنى ما تجربوهاش. الراجل مش قادر يمسك نفسه. يلا بقى ننهي. وجوسي. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان ايه؟ سهر. عشان يوصلكم مساجد. كل جديد. لا هنصور بسيد. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.